نعامل الناس الكل ويلزمني نجمع الناس الكل، مانيش نشد يعني ونجي لبعض النواب ونبدا نحكي لهم عن رحلات، سامحني، عن رحلات للهند والجنوب افريقيا، وهو جايه رحلات وكذا باش ياثر من اجل اسقاط الفاضل بن عمران. هذه تجيب النواب وتمشي تسالهم. هذا قلت البارح في النزل وين عاقدين الايام البرلمانيه. انا ادعوه انه يحط سقيع على الارض ويمد يديه مع كل الطاقات والكفاءات، وانا اعتبره كفاءه. اغلى النواب باش يمشيوا برحله الى الهند يخبر فيهم في ذلك الصباح ببرنامج الرحلات والتربصات والسفرات. يعني اختارك الصباح هذاك باش يجي يعمل دور على الناس. يعني انا اعتقادي انه هذا الشيء ما يليقش بينا. انا نعتقد اللي مكسب محسن مرزوق لانه مؤسس في الظروف الصعبه، اليوم عنده الامانه العامه، ما نجحش هالمكتب السياسي وما نجحش الامانه العامه باش تخرج الحزب من ازمته، بل زادت غرقته في ازمه نتاع زعامات ونتاع تخلويذ. يخرج ما هالبوتقه هذه ويمد يديه لكل الناس من اجل انقاذ حزبنا، لانه حزبنا عرقنا عليه، يعني صرفنا عليه العرق والدموع. الحزب صارت الجلسه مع بين حافظ قايد سبسي ومحسن مرزوق الاسبوع هذا؟ لا، ما صارتش على حد علم.